من غير مصلحة أبدا، مفيش الكلام ده. وايه يعني؟ طب من نسل الناس وده امر طبيعي. ده عادي بالنسبة لك أنت، لكن بالنسبة لي أنا لأ. طب ثواني، ممكن تسمع كده؟ ابن عباس رضي الله عنه قال: 4 لا أقدر على مكافأتهم. 4 أصناف من الناس قال إن هو ما يقدرش على مكافأتهم. أول واحد: رجل بدأني بالسلام. واحد بدأ بالسلام، ده أول واحد من الأصناف. ورجل وسع لي في المجلس، يبقى كده ادي الصنف الثاني. اما الثالث فهو رجل اغبرت قدماه في قضاء حاجتي. فاما الرابع فما يكافئه عني الا الله، وهو رجل نزل به امر فبات ليلته يفكر في من يقصد، ثم رآني اهلا بحاجته فانزلها بي. هم دول ال4 اللي سيدنا ابن عباس قال عنهم وإن كل واحد فيهم ليه مكافأة عند ربنا. هاي، ايه رأيك؟ مش عارف. لا، انت هتتصل على صاحبك دلوقتي وهتقول له انا لقيت مع مراتي فلوس، واديله الفلوس اللي هو عايزها، وارفع الحرج من عندك. واللي عند ربنا ما بيروحش، لان خزائن ربنا مليانه. ونعم بالله العلي العظيم. حاضر يا ستي. الو. الو. ايوه يا احمد. ايوه يا حسن. ايوه يا حبيبي، انا لقيت مع مراتي فلوس. تتكلم بجد؟ شوف انت عايز كام وانا هحولهم لك على طول او اجيبهم لك لغايه عندك. والله بمجرد ما قفلت معاك حسيت ان الدنيا اسودت في وشي وانتهت كل الحلول. ما عملتش حاجه غير اني رفعت ايديا في السماء وفضلت اردد: ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، لحد ما لقيتك بترن تاني، فعرفت انه استجاب من قبل ما حتى ما افتح عليك. الحمد لله. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع كل قلب بمن يحب في حلالك، واجعل بيوتنا مليئة بالستر والمودة. يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. صلوا على من تقضى بذكره الحوائج وقولوا آمين، لعلها ساعة استجابة. اللهم اجعلنا سبب لتوصيل رزق لمهموم أو مديون أو في كرب.